احنا جايين علشان دعوة من نقابة الصحافة والإعلام للنهوض باللقاء المباشر دائما بالبروتوكولات الموقعة بيناتنا، على أساس أن ندعم بعضنا بالنسبة للمؤتمرات وبالنسبة للقاءات المستمرة بهذا الموضوع. بشرى سلمان من الأردن، رئيس نقابة الصناعات الغذائية. أهلا بك يا حضرتك. أهلا يا فندم. إزاي حضرتك عاملة إيه؟ نورتينا. جاية النهاردة بقى تحضري المؤتمر. مظبوط صحيح. يعني جاية النهاردة تحضري المؤتمر وتعملي حوار يعني إيه رأيك بقى في مصر في النقابة وفي كل حاجة؟ لا شك إنه إحنا في هذا اليوم اللي بيجمع خلينا نحكي جميع العمال ونقابة الطباعة والإعلام والصحافة وكل المحافظات للقاء بحوار وطني. إحنا دائما حتى في الأردن وكنقابية ومنظمات نقابية بالنادي بالحوار الوطني والحوار الاجتماعي، لأنه هو الأساس والمبدأ لحل أي منازعات أو مناكفات أو أي خلافات. بالعكس نتمنى لزملائنا في النقابة العامة اللي عاملين الصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار بالنجاح في مؤتمرهم حول الحوار الوطني. خلينا نحكي في هذا العرس الديمقراطي الوطني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. زميلي وأخي العزيز الأستاذ مجدي البدوي رئيس النقابة العامة، الزملاء الإخوة الزملاء قادة العمل النقابي في جمهورية مصر العربية، السادة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل حديثي أود أن أثمن شكري وتقديري للزميل رئيس النقابة العامة وجميع أعضاء المجلس الكريم باسمي وباسم الوفد الأردني على حسن الضيافة وحسن الاستقبال. وبصفتي نقابي عربي أردني أود أن أسجل تحياتي وتقديري للقيادة السياسية المصرية على ما قدمته من إنجازات نراها ونشهدها على أرض الواقع، منها النهوض العمراني والبنية التحتية من المدن المصغرة والطرقات والكباري والجسور على مستوى جمهورية مصر العربية. وهذا مما يؤدي أو يساعد على جلب الاستثمارات الأجنبية وتخفيف أزمة السير الخانقة للمواطنين. كما نرى نهضة زراعية باستغلال مئات الألوف من الدلومات من صحراء مصر لتصبح صالحة للزراعة والعمل على الاستكفاء الذاتي للسوق المحلي، وهذا من سواعد أبناء هذا البلد الطيب. كما نرى باهتمام التنمية الصناعية بكافة أنواعها بإنشاء مشروعات صناعية كبرى ومتوسطة وصغيرة من أجل تخفيف معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة الكريمة للمواطن المصري، وأيضا للعمل على جلب وتشجيع المستثمر الأجنبي. كما نرى من جانب الاجتماعي نجد الاهتمام الدولة بالقرى الصغيرة والأسر المعدومة من الرعاية الصحية والتعليمية وغيرها من ذلك. كما نرى ونشاهد أيضا الاهتمام المطلق في المجال الصحي للمواطنين
على مستوى جميع الفئات العمرية، كما علمنا من بعض الزملاء العمل الجاد من قبل الدولة على تأمين الصحي الشامل للمواطن المصري، وكل هذا يعود إلى حكمة القيادة المصرية، ويعود بالاستقرار والأمن والأمان للشعب المصري العزيز. وفي نهاية كلمتي متمني لكم أعمال هذا الملتقى الطيب النجاح والتقدم والازدهار، وإلى شعب المصري العزيز الأمن والأمان تحت ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أدامه الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.